اي واحد فينا فاش كيبغي يدير شي حاجه اللي صعيبه غالبا ما كيحس بالعجز والعيا وعقلو بالزربه كيحبسو. في هذا الفيديو اليوم غادي نشوفو شي حوايج صغار اللي غادي يخليو عقلك يدير هذاك الشيء الصعيب. دابا عقلك تقدر تخيلو بحال شي تران، والحياه هي السكه ديالو وهي الطريق اللي كيمشي فيها. وهاد السكه ديال الحياه فيها بزاف ديال الفروع، يعني فيها بزاف ديال الخرجات والدخلات وبزاف ديال التوجهات. وهاد التران ديال عقلك باش يقدر يبقى غادي في واحد الطريق خاصك تبقى صايغو، والسؤال هو كيفاش تقدر تبقى صايغو؟ عن طريق انك تبقى تلوح فيه الفحم، زعما بحال المازوت ديال التران د البخار. وبهاد الفحم كتوجه هذاك التران. هاد الفحم هو الكونتنت اللي كتستهلك، يعني الا خشيتي في داك التران الفحم ديال الالعاب فغادي تمشي في الطريق ديال الالعاب، والا خشيتي فيه الفحم ديال الافلام والسيريات فغادي تمشي في الطريق ديال الافلام والسيريات، ولا اي حاجه اخرى بحال هكا. يعني الا كنتي في السوشيال ميديا متبع الصفحات ديال الالعاب فبلا ما تحس تلقى راسك انت كتلعب هذوك الالعاب، ولا كنتي متبع باج ديال الافلام والسيريات فبلا ما تحس تلقى راسك واحد الوقيته كتفرج في الافلام والسيريات، ولا كنتي متبعهم بجوج فغالبا تلقى راسك كديرهم بجوج. حيت هاد التران كيقدر يمشي في بزاف ديال الطرق، يعني يقدر يكون غادي في الطريق ديال الافلام شويه يقلب الطريق ديال الالعاب، شويه يقدر كاع يقلب ديال الرياضه. فمثلا انت دابا بغيتي تدخل التريني، فاول حاجه تقدر ديري انك تخلي المحتوى ديال الفيتنس هو اكثر محتوى كتستهلكو. يعني خاصك في الوقت ديال الفراغ ديالك تبقى تفرج في الفيديوهات اللي كيهضروا على الفيتنس. هو مره تكون كتلعب ولا كتفرج في شي حاجه اخرى هاني، ولكن الاغلب ديال الوقت ديالك خاصك دوزو في هذاك الشيء اللي باغي. الا كنتي باغي دير شي بيزنس ديالك ولا كنتي باغي دير الفلوس فسير قرا كتوبه على داك الشيء وتبع الناس اللي كيهضروا على هذا الشيء بحال سيمون لايف والامين راغب، ولا سير الايفينمونت الا قدرتي، وزيد بزاف نتاع الحوايج اللي تقدر دير. حيت راه الكونتنت اللي كتسالك هو اللي كيحدد الطريق اللي غتمشي فيها، وهذه حاجه اللي تقدر تخليك تستافد من السوشيال ميديا. ولكن الا ما قدرتيش دير هكا، حيت الاغلبيه اللي كيدخل السوشيال ميديا كيدخلها على قبل الترفيه وداك الشيء، وكيبقى متبع التافهين في السوشيال ميديا اللي كيضيعوا الوقت. فهنا السوشيال ميديا تقدر تضرك وتفكر دماغك راه التران ساهل يقطع الطريق اللي باغي. اذا بخلاصه راه المحتوى اللي كتسالك هو اللي يحدد اش غادي دير في المستقبل. دابا غادي تكون فهمتي واحد الطريقه اللي غادي تعاونك بزاف باش دير داكشي الصعيب، ولكن خاصنا نهضروا على ديك الحاجه اللي ما كتخليش دير داكشي الصعيب. يعني انت علاش عقلك ما كيبغيش يدير داكشي الصعيب؟ السبب هو المقاومه العقليه. اذا باش تقدر تغلب على هذه المقاومه العقليه كاينين بزاف ديال الطرق، ولكن انا غادي نعطيك البازيك، اهم حاجه باش تقدر تغلب عليها العقليه اللي خاصك تبناها. دابا ملي كتقول لراسك بغيت نمشي للاصال باش نولي صحيح، فهني بلا ما تحس كتخلق واحد السبب باش تمشي للاصال، حيت فاش كتقول نمشي للاصال باش تصحح يعني انا باقي ما صحاحيش، اذا انا ماشي صحيح، اذا علاش غادي نمشي للاصال؟ وهذا هو السبب اللي غيخليك تمشي للاصال ودير الرياضه. ومع الوقت تلقى راسك وليت كتفرح فاش كتمشي للاصال، وداك الشيء عن تجريب. ونفس الحاجه طبقها على الكتوبه، فما تقولش خاصني نقرا الكتوبه باش نقدر نولي ذكي. فتماك بلا ما تحس كتقول لعقلك شوف انا راني مكلخ، فهنا عقلك كيقول لك حنايا مكلخين. واش كيديروا المكلخين؟ كاع ما كيقراو الكتوبه. اذا حنايا علاش غادي نقراو الكتوبه اصلا؟ وكيصنع لك ديك المقاومه العقليه. ولكن الا جيتي وقلتي مع راسك بلي القرايه واحد الحاجه اللي زوينه وانك كتستمتع بالقرايه، اذا شنو غندير؟ انقرا الكتوبه. فعقلك هنا ما كيعطيكش هذيك المقاومه العقليه. وهكا حتى الطلاب ما تمشيش تقرا حيت القرايه زوينه ولا القرايه خايبه، خاصك تمشي تقرا حيت هذاك الشيء هو اللي خاصك دير، وداك الشيء هو اللي خاصك تقول لعقلك. سو كان هذا هو الفيديو نتاع كيفاش تقدر تخدع عقلك باش يدير داك الشيء الصعيب. تلقاو في فيديو جاي الدراري، تهلاو.